السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة 8 من مسلسل المختفي. عفاكم اخوتي، ما تنساوش ضروري تشتركوا في القناة. الاغلبية اللي كيتفرجوا فينا ما مشتركينش. الاشتراك راه هو ديك ابوني اللي كتكون حمراء لتحت، فعلوها باش تولي بيضاء ان شاء الله. بالنسبة للحلقة ديال اليوم غادي نشوفوا باللي زينب غادي فريمون غادا تشك في راسها، غادا دير شي تصرفات وهي كتنسى التصرفات اللي كدير، حتى غادي تولي متيقه البوليس في الهضره ديالهم وعندها بالها باللي بصح راه داكشي اللي كدير كتنسى اشنو دارت. فهنايا غنكتشفوا بلي البوليس مشاو يقلبوا على الطوموبيله في الكراجات وما لقاوهاش، ولكن باستعانه بالتليفون اللي غيكون في الطوموبيل غادي يقدروا يوصلوا ليه. ومازال غادي يكتشفوا بانه البوليسي لقى بعض الادله اللي كاينين في التليفون، ولكن هاد الادله اللي كتدين المهدي ودوك دوك لي زابيل اللي كانوا بينه وبين الناس، وزيد عليها ديك القضيه ديال النصب اللي كان فايت النصب على الناس شحال هادي. ولكن ما بغاش يقول هادشي لزينب حيت ماشي من حقه يقولهم حتى يسالي لونكيط ديال هاد التحقيق هذا، لا ربما يكون هادشي كامل من تحت راس زينب. فزينب ملي غادي تلقى الطوموبيله تحت الواد وما جبدوها، فهنا غادا تصدم بزاف. اول حاجه خايفه على راجلها يكون مات وبهاد الطريقه هادي وماشي هرب ومشى مع واحده اخرى. والثانيه هي كيفاش التليفون مخشي تما في الطوموبيل والسيد ما لقاوهش. واش بصح غادي يكون هو مخشي غير هو بغى يحاول يخرج من الطوموبيله وهي في الواد وغرق لتحت، ولا هادشي كامل من الخطط ديالو فتخربقوا عليها العرارم ما عرفت ما دير. اما بالنسبه لادم، فادم غيبدا يسمع الهضره في المدرسه في الزنقه، غيبدا يسمع باللي راه امك هي اللي قتلت باك وهي اللي دايره هادشي هذا كامل. فهنايا مع هو كيبغي باه بزاف لدرجه الكادوات اللي كانوا في عيد ميلادو باقي ما حلمش حتى لدابا، كيتسنى باه امتى يجي باش يحل معاه الكادوات. وعاد ملي سمع هاد الهضره هادي على مو فزاد حقد عليها اكثر، ودابا غادي تولي المعامله ديالهم صعيبه بزاف. مازال غنشوفوا زوبيده هي اللي غادي تتكلف بالدري الصغير، وغادي تولي تقابلو، هي اللي ديال المدرسه، هي اللي تهلا فيه. وهادشي كامل بطبيعه الحال من الخطه ديال المهدي، هو اللي كيعرف كيفاش يخطط لهاد القضيه هادي. زيد عليها في هاد الوقيته اللي غتكون زينب مخربقه بزاف، غادي يجيبوا ليها وحده اللي غادي تكون ستاجير اللي غادي تقول لهم راه وصاني مهدي باش انني ملي يكون عندي ستاج نجي ندوزو هنايا. فهنايا غادي يقبلوها، ولكن هذيك السيده نيت غادي تكون من طرف المهدي وعطيها واحد الخطه اللي جهنميه. غادي يكون داير مع واحد الطوموبيل غادي تجي بسرعه طالعه باش تدخل في ادم، ولكن اللي غادي تعتق ادم اللي هي ديك السيده اللي مشات دوز 16، وهذه من الخطه ديال المهدي. فهنا هي ملي تعتق هذاك الدري وغادي تشوفها زينب غادي تدخل لخطرها بزاف، غادي تثيق فيها، غتولي تعاود ليها على راسها وعلى حياتها. وهادشي اللي كان باغي مهدي من الاول باش يدرس الحاله النفسيه اللي كتمر منها زينب دابا. مازال غنكتشفوا البوليسي باللي غادي يعرف راه زينب كتداوى عند واحد الطبيبه نفسانيه باغ تليفون من سكايب. وهاد الحقيقه هادي ما كانتش قالتها لهم من قبل، والبوليسي ولا كيشك في زينب بزاف حيت شحال من حاجه حتى تيكتشفوها عاد كتقول ليه نسيت حقا ما قلت لك هادي، لا راه طرا هادي. وهادشي كيخربقو كيبرص ليه لونكيط ديالو. داكشي علاش في الحلقات الماجين غادي نشوفو بلي انه غادي يديها للكوميساريه باش يحقق معاها. مازال غادي نشوفوا سهام هي والسيد اللي تلاقات به مؤخرا اللي اعتقها من الكريساج، غادي تعاود تلاقى به من بعد. هو ما غيعقلش عليها ولكن هي غتعقل ليه بزاف، حيت ما فايتش ليها شي حد اللي ضحى براسو على قبلها واهتم بها لهاد الدرجه هادي. وهنا فين غادي نشوفوا بلي سمير ملي غادي يسمع الخبار وغادي يعرف بلي قبلات انها تكون علاقه مع واحد ليفرور وما تكونش معاه هو اللي من العائله وعنده حتى هو منصب في الشركه. فهنايا فين هو عرف باللي هاد السيده ما مكتباش ليه واصلا ما بغيش تتزوج بشي حد من العائله وقلب عليها. وهي عاجبها الحال في هاد الغولاسيون اللي داخله فيها، وكتحس بانها على الاقل لقات الشخص اللي يقدر يبارطاجي معاه الحب والموده ويهتم بها وكل مره يسول فيها. فهنا فين غادي نشوفو بصح نيت سهام غادي تكون كتبغيه بزاف، ولكن صحاباتها بجوجهم لا من غيتا لا من فاتحه ما غيبغيوش ليها هاد الراجل. وغادي يقولوا ليها كون هاي بعدتي منو باين السيد طام عليك في رزقك كنتي نتيا واقفه على واش نتيا مساليه باش انك تعرف على واحد ما فحالوش كي غادي ديري ليها وانتي كتخدمي على ليماج ديالك. هي مبقاش كتبغي انها تخدم على ليماج ديالها ولا تزوج بشي واحد لاباس عليه، حيت هادوك اللي لاباس عليهم وطامعين فيها. وهذا كتحس به بلي هو كيضرب ليها الهم، وهو تيقول لها بلي خاصك ديري مناش تكوني، وخاصك ديري شي بيزنس اخرى من غير الشركه اللي عندك اللي خلالك باباك. خاصك ديري شي حاجه اللي ديالك اللي تفتخري وتكوني كتخدمي فيها.
من غير ديك الخدمه الاخرى، تكون شي حاجه اخرى اللي ديالك انت اللي ولادك يلقاو حتى هما ما يفوقوش، فهمتي؟ دونك هادشي هو اللي غيخلي ان سهام غادي تتعلق بهذا السيد هذا اكثر من اي راجل اخر. ومازال غادي نشوفوا بلي سهام ملي شافت لا رياكسيون ديال صحاباتها وكيفاش ما بقاوش كيتعاملوا معها، حتى هي قلبات عليهم، حيت زينب في هذه الوقيته هذه راه هي معتقله. ومازال غادي نشوفوا بلي زينب وهي في الحبس صافي ولات كتدور لها الدنيا في راسها، ومع حبسات الدواء شحال هادي ما كلاتو عاد ولاو كيجيوها فلاشات في راسها، وبدات كتفكر شي حوايج كان كيديرهم راجلها وهي كانت ما رداش ليهم البال. هادشي كامل ولا كيأنب هاد الضمير ديالها على النهار الاول اللي دخلت معاه فيه هاد الغولاسيون هادو وطوروها وتزوجوا. فمازال غادي نكتشفوا من بعد باللي غيتا غادي تناقر هي وراجلها وغادي ينوضوها صباط. وهادشي علاش؟ على قبل ان غيتا راجلها ولا كيدخلها في خدمتها، ولا كيقولها لا كيفاش تدربي الناس، كيفاش تعاملي، لا انت الميثود ديالك كلاسيكيه ماشي هي اللي خاص الناس دابا، ولا كيتحداها تيقول لها الا جبتي ديك البنت اللي كتدربيها في مده قصيره غادي تولي احسن من هاد النيفو اللي هي فيه وغادي تولي سريعه. فهنايا غيتا ماشي هادشي اللي كانت باغيه مع راجلها، ولات داخله معاه في حرب ماشي في منافسه، وتعاونوا باش يوصلوا لي زوبجيكتيف اللي بغاو بجوجهم. هادشي هو اللي خلى غيتا انها تبدا تبعد منه شويه بشويه، حتى واحد النهار غتواجهو بالصراحه وتقول ليه بلي بغينا نتفارقوا. مازال غادي نشوفوا بلي فاتحه حتى هي غادي يكون المصير ديالها السجن، حيت راجلها طلع ماشي ساهل، بقى كيجمع ليها كيجمع ليها كيجمع ليها، في الاخر انتقم منها شر الانتقام. من ما نساش هو النهار اللي فرضات عليه انه سواء يعطيها 10 المليون، سواء غادا تدخلو للحبس بسبب الضرائب اللي ما كيخلص. زيد عليها النهار اللي كان قدام الناس، قدام هذاك السيد اللي كيعالج فيه، وجات هي هزات واحد البوكي ديال الورد ولوحتو ليه على وجهه، حتى ولا المريض كيضحك عليه. وهنا فين كتشوفوا اللي ولات طيحات من القيمه ديالو وحقراته بزاف، هو بحكم الفيلا حيت الدار ديالو تما فين كيكون واخد حريته كيقدر يسيطر كيف ما بغى. ولكن في الخدمه حيت بجوجهم شركه وعندهم نفس السمعه، ضعقاه ولات هي اللي كدي ليه الكليان والخدمه والرواج. فهنايا هو انتقم منها، ومازال غادي نشوفوا كيفاش حتى انتقم منها بسبب خطأ طبي. وداك خطأ طبي كان هو متفق مع المريضة باش انها دير داكشي اللي غادي يقول ليها، باش هو في الاخر يلفق ليها بانها راه دارت خطأ طبي. ومازال غادي نشوفوا باللي فاتحة غادي تندم بزاف حيت دخلت معاه في هاد الحرب، حيت هو من بعد ما غادي يدخلها للحبس غيجي لعندها وغيقولها ليها، يقول ليها وليتي كتلعبي بالنار، انا كنت عارفك من الاول انت انسانه ما صافياش، وبلي تزوجتي بيا على قبل الفلوس، وانا كان عاجبني الحال حيت انت كنتي باقا صغيره. اما دابا دازت سنوات وانت من مور داك الوقيته كنتي كتشربي الفاني ديال الولاده باش ما تحمليش باش هذا، وديك القرار راه ماشي ديالك بوحدك، ديالنا حنا كاملين. وخا هكاك غمضت عينيا وانت تماديتي وبديتي كدير بزاف ديال الحوايج. وهنايا فين غيقول ليها شتي راه ما عمر التلميذ ما كيفوت الاستاذ. وفاتحه غادا تزير بزاف وندمات على بزاف ديال الحوايج دارتهم في حياتها، حيت مازال غادي نكتشفوا بلي فاتحه عندها اليد في هذه القضيه ديال المهدي، ومازال غادي نقول لكم في الحلقات المجايين. المهم لو وصلتوا حتى لهنايا ما تنساوش تكتبوا لي في لي كومونتير من اين مدينه نتوما. هذا مكان وبسلامه.